هو احنا بنلعب تايكوندو يا ابني؟ يا حبيبي هو انت حد مسلطك علينا؟ فرص انا مش عارف ايه ده، اللعيبه بتلعب ببرود، ماتش زي ده ما ينفعش تضيع. حسام عبد المجيد بقاله فتره عمال بيقدم هلس كروي، عبط كروي، كوره زي دي اصلا خلاص ضيعتنا. احنا متنا موتات احسن من دي بكتير يعني. مساء الفل يا جدعان. الزمالك النهارده يخسر من اتحاد العاصمه، الفرقه اللي انا شايفها في المتناول. انا هتكلم بس في كام نقطه، هتكلم عن جبن الكابتن معتمد جمال في فرقه مفنشه 13 في الدوري، ولا بتصارع على الهبوط اصلا في الدوري بتاعهم. انا مش فاهم ايه ده يا جدعان. والله العظيم فرقه عادي ان احنا نخش اصلا نروح نغلبها عادي جدا. انت اصلا اتوفر لك النهارده كذا فرصه، انت كنت قادر اصلا من ان انت تخلص الماتش، من لا شيء تخلص الماتش، بان انت ما بتهاجمش تخلص الماتش، بالسرعات اللي عندك تخلص الماتش. انت النهارده كنت متهاون قوي في الكم الفرص اللي جات لك. فرص انا مش عارف ايه ده، اللعيبه بتلعب ببرود، حاله لا مبالاه اصلا بتفنيش الهجمه. فرقه زي دي انا قاعد بدافع قصادها دفاع كومباكت. طب يا عم انا محضر ايه بقى؟ محضر ان انا هضربهم مثلا في الهجمات المرتده. طب ما اعمل كده يا عم، هم فرقه على قدها، احنا مش عايزين نلعب خلاص يا عم، هات جوان، اضغط. ايه ده؟ من اول الماتش لحد اخره احنا بنلعب برتم واحد. انا اللي هقول لك، بس الماتش في ايدينا، ماتش زي ده ما ينفعش تضيع. وكمان الكرة اللي في الاخر الكابتن حسام عبد المجيد الاسطوره بتاعنا، انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ايه القرف ده اصلا؟ ايه القرف ده؟ كابتن حسام عبد المجيد بقاله فتره عمال بيقدم هلس كروي، عبط كروي. ما ينفعش ان انا اقول اكتر من كده. كابتن حسام عبد المجيد احنا بنفنش الموسم، كوره زي دي اصلا خلاص ضيعتنا. اخوان بتزيرا عمل اللي ما يتعملش، جاب لك جون، عدلك من واحد واثنين وثلاثة وراح جاب لك جون. انت بقى في الكورة جاي بتعملها لي بالشكل ده؟ هو احنا بنلعب تايكوندو يا ابني؟ يا حبيبي هو انت حد مسلطك علينا؟ فرقة اتحاد العاصمة في المركز ال 13 في دوري بلادها. انا ما شفت لهمش حاجة، ان هم الفرقة اللي تخضنا. احنا عادي يا جدعان، فرقة زي اي فرقة. هم صعدوا بالروح والتحدي ويلا بينا وان شاء الله خير. بس يا جدعان احنا عندنا احسن من كده، احنا احسن. انت لو نزلت اصلا دكتهم والله العظيم كنت جبت جون واتنين في فرقه زي دي. فرقه زي دي بالكوره كويسين وفرقه حلوه ولطيفه وكل حاجه، بس في المتناول. ماتش العوده صعبته على نفسك جدا، وبصراحه الواحد بدأنا نقلق، لان ده فكرنا ان احنا لازم نلعب بره الارض، احنا لازم ندافع بس، ولازم نلعب على التحولات وحاجات كده مش هتتغير في افريقيا. وبس يا جدعان، سلام.